السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال، اللهم آمين يا رب العالمين. وجمعة مباركة عليكم جميعا يا رب. طبعا الفيديو ده لسه متصور النهاردة، وقررت كمان ان انا منتجه في نفس اليوم وانزله لكم. طبعا خبيز العيش الرح، طبعا احنا بنقول عليه عيش رح، معرفش في اماكن تانية بيسموه ايه، بس هو العيش ده اللي هو بنخبزه برده ده احنا بنسميه العيش الرح. وبيبقى طري جدا ومخبوز من المية والدقيق والملح وبس. وبنفرش تحته رده، واحنا ايه بنقطعه كده في الصينية، وكمان واحنا بنبططه كده زي ما انتوا شايفين، يعني امي وهي بتبططه كده اللي تحتيه رده برضو يعني. عايزه تنسمي ايديكي بشويه دقيق صغيرين كده علشان ما يلزقش، لان هو بيبقى طري جدا وبيلزق لما بيتفرد. او مثلا تجيبي طبق فيه شويه ميه وشويه زيت زي اللي احنا حاطينه على جنب ده، ونمسح كده بيه الوش واحنا بنفرد يعني. يا اما بقى ايه، في ناس بتحب تفرده كده من غير اي حاجه خالص، وانا من الناس دي برضو. ما بحبش لا احط دقيق ولا احط ميه بزيت، انا بحب افرده كده ايه، على الناشف يعني. طبعا عمتي قاعدة قدام الفرن، وامي اهي معاكو برضو، هي بتفرد وكمان بترحه. واحنا برضو انا بعرف ارحه ومرات اخويا، يعني احنا كلنا اللي بتمسك رغيف بتكمله للاخر يعني. خلاص هي بتفرده وترحه وتحطه على المطرحة، وعمتي تاخده وتحطه في الفرن. زي ما انتوا شايفين امي بتوريكم شكله ما شاء الله يعني، بجد بيبقى طري قوي وما تشبعوش من اكله. اما بقى الجزء ده اللي هو ايه، قررت ان انا برضه اصور لكم الشويه دول اللي هم بالرده، بنحط على وشه رده. ليه بقى؟ لان ده بابا اللي هياكل منه، لان هو ايه يعني، ربنا يكفيكم الشر يعني ويبعد عنكم كل الامراض يا رب. بابا عنده السكر، فطبعا هياكل من العيش اللي فيه رده ده، لان مريض السكر لازم ياكل عيش برده يعني. فاحنا لما بنعمل العيش ده بنسيب له صينيه، يعني الصينيه دي كلها اللي انتوا شايفينها دي كانت كلها محطوط على وشها رده، وهتتفرد كلها بالرده يعني. اهو ده شكله بعد ما اتفرد. اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. من اسهل يعني طرق الخبيز هو العيش ده، بصراحة مش مكلف وسهل جدا في خبيزه يعني. عايزة اقول لكم كنا عاملين في اليوم ده 4 صواني، يعني النهاردة يعني كنا عاملين 4 صواني. والله ما خدوش يعني في خبيزهم، مش عايزة اقول لكم ما خدوش يعني ساعة الا ربع او نص ساعة، يعني ما كملناش وقت كتير يعني. ده شكل العيش يعني وهو بيخرج من الفرن، جبنا كام رغيف يعني عشان اوريهولكم. ده شكله. ده طبعا اللي هو معمول بالردة من فوق ومن تحت، علشان خاطر بابا اللي هياكل منه ده ليه لوحده يعني. ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويديله الصحة يا رب ويخليه لنا ويبارك لنا فيه. هو ده العيش اللي محطوط عليه ردة من فوق عشان بابا. اما الباقي بقى ده للعيلة بقى كلها ان شاء الله هنتغدى بيه. وده اخر رغيف معانا في الفرن، فقررت ان انا اصوره لكم برضه جوه الفرن عامل ازاي. العيش الفلاحي يعني، العيش الرح او اي نوع عيش في الفرن الفلاحي اقسم بالله بيبقى ليه طعم مختلف تماما. بقيت الكميه اهي بسم الله ما شاء الله، زي ما قلت لكم 4 صواني. ده عشان الغدا بتاعنا النهارده، مفاجاه كده في اخر الفيديو هوريها لكم يعني. خمنوا بقى براحتكم على ما نوصل لاخر الفيديو. ده شكل العيش ما شاء الله. بصوا بيبقى عامل شكل الملبن طري قوي، وبصراحة يعني ما نشبعش من اكله. ده اكتر نوع في العيش انا بحبه الصراحة يعني، ده اكتر نوع انا بحبه. ودايما يعني ببقى مبسوطة لما بصراحة العيلة هنا تعمله عندنا يعني هنا ايه. ويمكن اكتر نوع برضو كنا بنعمل منه في رمضان يعني. حلو قوي وسريع ومش مكلف وفي منتهى الجمال بصراحة. الف هنا وشفا. ده شكله يعني مصوراه كام لقطة كده حبيت اوريهولكم. وعلى ما يجي ميعاد الغدا قلت بقى اخدكوا جولة ريفية كده وسط الطبيعة، وتمتعوا عينيكوا بالخضرة والجمال والاجواء الريفية الجميلة يعني. وسط الطبيعة، فقلت بقى افرجكم على الزرع بتاعنا اللي احنا زارعينه، الخضار اللي احنا زارعينه يعني. يا جماعة في حالة من الاكتفاء الذاتي يعني، احنا بنحب نزرع معظم الخضار قدام البيت. ليه؟ لان احنا طبعا عايزين سلطة، عايزين شوية جرجير، عايزين شوية ملوخية، عايزين شوية بتنجان. بصراحة بيبقى متوفر تحت ايدينا يعني دايما. ده فجل وجرجير اللي انا بصوره حاليا، ده فجل وجرجير بنجيب منه طبعا وقت ما بنكون محتاجين. واللي جنبه دي ملوخية وشجر الزيتون وبتنجان ما شاء الله، خير ربنا كتير، ربنا يوسع عليهم يا رب.
عاوزة بقى كل اللي يشوف الفيديو وخير ربنا ده يقول بسم الله ما شاء الله. الزيتون كمان اهو مبشر ما شاء الله، اللهم بارك. يعني والله بصراحة يا جماعة يعني لما الناس تزرع كده قدام بيتها وتستغل اي مكان تشجره، فعلا نعمة من نعم ربنا علينا ان احنا يكون عندنا مكان نزرع فيه خضارنا ونشجر فيه ونجمل في المكان. والله العظيم متعة للعين يعني، وراحة نفسية فوق ما تتخيلوا. شايفين بقى الجمال؟ يعني انا دلوقتي دخلت كده على الجرن التاني. آه المكان اللي انا داخله عليه ده اكتر مكان العيله كلها بتحب تقعد فيه يعني. عايزه اقول لكم بقى وقت العصاري الصبح في المكان ده بصراحه الجو بيبقى حلو قوي في المكان ده يعني. مفيش يعني حد بيختلف ان المكان ده اجمل مكان في الجرن. الجرن ده اللي هو مكان واسع قدام البيت. ربنا يخليك يا بابا يا رب ويديك الصحة. هو اللي زرع لنا كل الأشجار ديت، هو واخواتي طبعا. مجمل المكان، متعة للعين، راحة نفسية يعني فوق ما تتخيلوا والله. يعني كفاية حاجة كده يعني بنبقى قاعدين مبسوطين قوي في المكان ده. الحمد لله. اللهم دومها نعمة واحفظها من الزوال. شايفين بقى يعني مستغلين يعني اقل مكان ومشجرينه يعني. بصوا يعني مش مخلين مكان والله العظيم غير لما حاطين كده بصماتنا الحلوة فيه. ما شاء الله. شايفين الشجر؟ قلت بقى على ما الغدا كده يجهز. الغدا أكلة حلوة كل المصريين بيحبوها يعني، ويمكن برا مصر كمان بيعشقوا الأكلة بتاعتنا دي. هتشوفوها بقى في آخر الفيديو، خليكم معايا عشان مفاجأة يعني. قلت بقى اخدكم كده جولة معايا نصور شوية كده الأشجار والورد والخضرة اللي احنا زارعينها. يعني أجواء ريفية يعني. طبعا اللي جوه مصر او اللي في الريف زي كده هيقول طب ما احنا عندنا زي ده، طب ما احنا زارعين زي ده، يعني انت وريتينا ايه جديد؟ هقول لكم في ناس معايا متابعين ما شاء الله عليهم من الجزائر ومن تونس ومن المغرب ومن كل الدول العربية، من السعودية. بصوا يعني في كل مكان. فمعايا في شغلي أصدقائي من اليوتيوب ومن برا اليوتيوب، فبيحبوا يشوفوا جمال الريف المصري. تمام يعني أنا بس مش بصور للمصريين فقط، لا أنا بصور كمان لأصدقائي وإخواتي اللي برا مصر. ما شاء الله. شايفين بقى تدرج الألوان؟ أصفر وأحمر فوشيا بامبا. يعني بصوا يعني الحمد لله مش حرماكم من أي لون خالص، كل الألوان معانا. هوريكم دلوقتي شجر تين. في مانجا كمان زارعين طبعا، مانجا وجوافة وزيتون وتين، وحتى القصب زارعينه والله يعني كمان. والتوت، التوت العماني. كان في توتية كده اتصورت معانا من شوية، دي توت عماني بيبقى الحباية طويلة كده، الثمرة طويلة. حبة التوت يعني طويلة كده ولونها أخضر لكن مسكرة زي العسل. هو سبحان الله يبقى لونها أخضر ومسكرة زي العسل. الحمد لله الحمد لله على كل نعمة ربنا اداها لنا والله. شجر الزيتون. طبعا الارض اللي فيها مية اللي هناك دي ارضنا برضو. هنشتل الرز ان شاء الله، بننزل فيها مية كده عشان يكملوا خطوات يعني مراحل زراعة الرز يعني. ده تين اهوت. فطبعا منزلين المية عشان هيزرعوا ان شاء الله يعني مشتل الرز كده في اول الارض. والارض دلوقتي بينزل فيها المية علشان خاطر ان شاء الله ربنا يكرمهم في الموسم يعني. ده رمان، ده شجر رمان. وكان في شجرة ليمون قبل الرمان كمان. شجرة الليمون اهي. يعني ما شاء الله يعني. هقول الحمد لله على كل نعمة ربنا رزقنا بيها. الحمد لله يعني بلمتنا الحلوة. الحمد لله بوجود ابويا واخواتي. الحمد لله على كل حاجة ربنا رزقني بها في الدنيا دي. ربنا يبارك لي في اخواتي وولادي وعيلتي كلها، اللهم امين يا رب العالمين. وهندخل بقى على المفاجأة اللي قلت لكم عليها في اخر الفيديو. تعالوا يلا. الفسيخ. خابزين 4 صواني عيش ريحة علشان خاطر استاذ فسيخ اللي قدامكم ده والله يعني. بصوا عايزه اقول لكم كانت غدوه يعني دمار. ما شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله. كان الفسيخ طعمه زي العسل وكانت اكله زي العسل. وجمعه مباركه عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.